اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. في الحلقه دي هنتعلم مع بعض اهم الدوال اللي لازم نكون عارفينها في الاكسل اللي هنتعامل معاها في اي شغل ايا كان مجال شغلك، ولانها مهمه جدا جدا هنشرح الكلام ده بطريقه عمليه وبصوره عمليه بشكل مبسط جدا جدا. اول حاجه لما نتعامل مع اي برنامج لازم نكون عارفين الواجهه اللي قدامنا ايه هي الواجهه اللي قدامنا دي، او ايه هي العناصر اللي موجوده قدامنا دي. العناصر اللي موجوده قدامنا دي لو انت اتعاملت مع الوورد او اتعاملت مع الاكسل قبل كده هتكون واضحه وسهله بالنسبه لك، لكن خلينا اديك نبذه بسيطه جدا عنها لو انت اول مره تتعامل معاها. اول حاجه عندنا فايل هنا هناخد منها الملفات اللي احنا حابين اننا نشتغل عليها، نعمل لها استيراد او نعمل تصدير او حفظ للملفات اللي احنا خلصناها او اشتغلنا عليها. بعد كده تيجي عند الواجهه اللي قدامك دي، اول حاجه عندنا هوم هنا موجود فيها حاجات كتيره جدا. الحاجات دي ما تخليهاش تلخبطك او تكون صعبه عليك، الحاجات دي سهله وبسيطه جدا. اول حاجه معانا هي الفونت، هنا تقدر انك تظبط الخط او تظبط نوع الخط او حجم الخط. اللي جنبها على طول نقدر من خلالها ان نخلي الخط على اليمين او على اليسار او المحاذاه في النص او نغير في الحاجات اللي زي كده، وهكذا. زي ما انت شايف كلها حاجات سهله وبسيطه جدا موجوده قدامنا نقدر من خلالها اننا لما نتعامل معاها قدام بعد كده هعرفك كل حاجه في الحاجات اللي موجوده قدامنا دي. بعد كده عندك انسيرت هنا لو حابب انك تضيف حاجه او حابب انك تضيف مخطط او شكل معين او صوره في الاكسل اللي قدامك، او درو دي لو حابب انك ترسم او تلون او تضيف اي حاجه. بعد كده باك لاي اوت، عندنا هنا تخطيط الصفحة أو إعدادات الصفحة أو الورقة اللي موجودة عندنا. يعني كلها حاجات هتبقى سهلة وبسيطة جدا قدام لما نتعامل معاها هتلاقي إنها حاجات سهلة وبسيطة جدا. نيجي أول حاجة نتكلم فيها هي الشكل اللي موجود قدامنا ده. احنا لو هنتعامل مع بيانات طبعا البيانات لازم تكون منظمة وواضحة علشان نعرف اننا نتعامل معاها. يعني لو بيانات بالشكل اللي قدامنا ده مش هنعرف اننا نتعامل معاها. اول حاجة لما تلاقي علامة الشباك متكررة كذا مرة دي مش خطأ ولا حاجة، معناها إن الخلية أصغر من الأرقام أو ما بتعرضش كامل الأرقام والمحتوى اللي موجود فيها. فهنيجي عند ما بين الخلية دي والخلية اللي جنبها هنضغط ضغطتين لما تظهر لنا العلامة دي هتتفتح معانا أو تتفرد معانا الخلية زي ما احنا شايفين بالشكل ده، تبقى واضحة والأرقام اللي فيها ظهرت جدا. أو ممكن مثلا نضغط ضغطتين ونسحبها ناحية اليمين علشان نكبرها أو تبقى ظاهرة معانا. زي ما انتم شايفين كل الخلايا بقت واضحة وظاهرة معانا ومفيش علامة الشباك اختفت معانا تماما. طيب بعد كده يعني حابين اننا نخطط الجدول اللي قدامنا ده ونظبطه علشان شكله يبقى مرتب. اول حاجة الهيدرز او الرؤوس بتاعة الجدول اللي قدامنا ده هي اللي موجودة قدامنا دي هنلونها طبعا او نخلي اللون بتاعها مختلف شوية علشان دي العناوين الرئيسية. فهنيجي هنا من العلامة اللي موجودة قدامنا دي وهنضغط هنا كده ونختار اللون اللي احنا حابين اننا نملأ الخلية بيه، وليكن مثلا اللون ده، وهنضغط عليه زي ما انتم شايفين اتحددت معانا. بعد كده لو حابين اننا نظبط زي ما قلنا عايزين مثلا البيانات اللي موجودة قدامنا دي كلها تبقى على اليمين او على اليسار او في النص، هنضغط على اي خلية موجودة في الخلايا دي وهنضغط على كنترول شيفت سهم يمين سهم لتحت هتحدد لنا الجدول اللي موجود قدامنا ده. وهنيجي من العلامات اللي موجودة قدامنا هنا دي وهنختار حابينه في النص أو على اليمين أو على اليسار زي ما احنا حابين. زي ما احنا شايفين بقى كله متظبط معانا في النص. طيب لو حابين إننا نخطط الجدول ده علشان الجدول يبقى متخطط ومنسق ومتظبط معانا هنضغط على أول خلية موجودة عندنا وزي ما قلنا كنترول شيفت سهم يمين سهم لتحت حدد لنا الجدول اللي موجود قدامنا ده. هنيجي هنا هنضغط على السهم اللي موجود قدامنا ده وهننزل تحت. طبعا في اشكال جاهزة للتحديد فاحنا حابين ان نحدده مرة واحدة كله مع بعضيه فهنضغط على مور بوردرز وبعد كده نختار الشكل اللي احنا حابين اننا نحدد بيه او شكل الخط اللي احنا حابين اننا نعمل بيه الجدول. طبعا طالما مفيش اي حاجة ظهرت معاك هنا ده اسمه البريفيو. البريفيو ده لو مفيش اي حاجة ظهرت معاك هنا معناها ان الخطوات دي ما اتطبقتش. ليه؟ لان انا ما اخترتش الخط ده او النمط ده اوت لاين ولا انسايد ولا ايه بالظبط، ما اخترتش هيبقى داخلي ولا خارجي. فانا هخليه داخلي وخارجي علشان يبقى الجدول كله مع بعضيه زي ما احنا شايفين اتحدد هنا وهنضغط اوكي. بعد كده الجدول زي ما احنا شايفين اتحدد كله واتظبط معانا بقى شكله منسق ونقدر اننا نتعامل معاه ونفهم الارقام اللي موجوده فيه. هنا في الجدول ده طالب مننا اننا نحدد اعلى واقل قيمه موجوده عندنا في الجدول. طبعا هنجيبها طبعا في العادي احنا هنجيب حاجه زي دي بالميني والماكس. يعني انا ضغط ايكوال وهنكتب ميني ونضغط على تاب علشان يفتح لنا المعادلة وبعد كده هنحدد العمود اللي موجود قدامنا ده كله وبعد كده نضغط انتر. احنا مش حابين الشكل اللي موجود قدامنا ده، احنا حابين اننا نحددها بلون او تتحدد معانا بلون تلقائي الخلية اللي بأقل قيمة او بأعلى قيمة. هنعمل ايه؟ هنحدد العمود اللي موجود قدامنا كله
ومن خلال conditional formatting هنضغط على new rule. بعد كده اعلى واقل قيمة، فاحنا هنضغط على format only top or bottom ranked values، وهنجيب مثلا اعلى قيمة، هنختار هنا قيمة واحدة بس. بعد كده طبعا الفورمات بتاعها هيكون بالشكل، هيكون عامل ازاي. هنضغط على فورمات وبعد كده fill علشان نحدد الفورمات. اعلى قيمة خليها مثلا باللون الاخضر، وبعد كده هنضغط اوكي. بعد كده هنضغط اوكي تاني. زي ما احنا شايفين حدد لنا اعلى قيمة موجودة عندنا في الجدول باللون الاخضر. طيب اقل قيمة بنفس الطريقة من conditional formatting هنضغط على new rule، وبعد كده نختار تالت واحدة، وبعد كده هنيجي هنا نختار bottom، وهنا هنختار قيمة واحدة بس برضو، وهنيجي على فورمات هنا نحددها مثلا باللون ده، وهنضغط اوكي. زي ما احنا شايفين حدد لنا اقل قيمة موجودة عندنا باللون البرتقالي زي ما احنا حددناه بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا بدون استخدام الميني والماكس. الميني والماكس تطلعها لك في خلية هنا، لكن انا حابب اني احددها في الجدول زي ما احنا شايفين كده قدامنا، تبقى اشيك وافضل. علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، احنا النهارده اتكلمنا في حاجات ازاي، او في حاجات هتفرق معانا جدا كمبتدئين في الاكسل او اول مرة نتعامل مع الاكسل. في الحلقة اللي جاية باذن الله هنشرح حاجات اقوى من كده. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهارده. لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.